أهلا بك. رهف القحطاني تخرج عن صمتها إزاء انتقادات جلوسها وسط الشيوخ في مجلس الرجال. محمد بن بشر المخاريم ابو ذر محمد بن بشر المخاريم ابو ذر. حيث خرجت الناشطة السعودية رهف القحطاني عن صمتها إزاء الانتقادات اللاذعة التي طالتها عقب مشاركتها في إحدى المجالس وجلوسها في صدر المجلس وسط الشيوخ والرجال. ودافعت المدونة الشهيرة عن نفسها وعن ما طال الرجال الحاضرين في المجلس من انتقادات واتهامات بعدم تقديرهم لأنفسهم واستنقاصهم من قيمة اجتماعهم بقبول جلوسها فيما بينهم. وقالت مشهورة سناب شات في الفيديو إن سبب جلوسها في صدر المجلس هو تقدير الرجال لها كونها الأنثى الوحيدة الموجودة في الاجتماع، وصف الحضور برجال من صلب رجال عشان كذا قدروني. وشددت في ردها على ضرورة مساندة المجتمع للمرأة السعودية، وبررت جلوسها في صدر المجلس قائلة: سمحوا لي بالجلوس في صدر المجلس لأنهم رجال، ومن الواجب الوقوف ودعم المرأة السعودية مو ضدها، وما يقدر المرأة إلا الرجل. وبنات الرجال هم اللي يردون القوم، هم اللي قحطاني برضه. وأوضحت أنها لم تقم بأي شيء معيب لتتعرض لوابل من الانتقادات السلبية التي طالتها، مؤكدة أنها حضرت المجلس العملي بسبب بعض الأعمال الخاصة بها. وقالت: لطالما شاركت المرأة الرجال في مختلف المناسبات والمواقف، وأنا رحت المجلس لأن عندي بيزنس. وكانت المدونة السعودية الشابة قبل أيام قليلة تصدرت قائمة المواضيع الرائجة عقب مشاركتها مهرجان الإبل ووصولها إلى المقر بعربة يجرها جملان. فتألقت رهف القحطاني في المهرجان بملابس شعبية تراثية، تمثلت بفستان أحمر مزين بالخيوط الذهبية مع عباءة سوداء وغطاء الوجه. وأبدى العديد من النشطاء إعجابهم بإطلالة مشهورة سناب شات في مهرجان الإبل وبمشاركتها فيه، وذلك من خلال تنقل الفيديوهات لها عبر السوشيال ميديا وعنوانتها برهف سندريلا مهرجان الإبل.